بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعلى نتوكل. أعزائي مشاهدين صفحة وقناة مشروعي، أهلا بحضراتكم، أهلا بكل المشاهدين من كل مكان. كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. هتكلم معاكم النهاردة عن أهم العناصر في نجاح تربية الأرانب في فصل الصيف، وكتير جدا من المربيين ما بيهتمش بيها، وغالبا بتسبب الكثير من الأمراض الغريبة والمحيرة للمربي. فإن شاء الله هكلم معاكم فيها بالتفصيل عن أسبابها وطرق الوقاية منها وإيه أعراضها. يا ريت اللي مهتم يتابع معايا. ورجعت لكم بعد الفاصل. طبعا يا جماعة، أهم العناصر في نجاح تربية الأرانب في فصل الصيف واللي ما بيهتمش بيها كتير جدا من المربيين، لأنه ممكن يكون ما يعرفهاش، وغالبا بتتسبب في أمراض كتيرة وغريبة. أهم العناصر دي بتكون الرطوبة، نسبة بخار المياه الموجودة في الجو، ودي طبعا زيادتها بتؤدي إلى مشاكل، ولو قلت برضو بتؤدي إلى مشاكل. طب لو زادت إيه المشاكل اللي ممكن تعملها في الأرانب؟ بتخلي الأرنب في حالة خمول ونهجان دايما، وبتوقف عن الزواج. يعني تيجي تلقح الأرنبة تلاقيها رافضة دايما التلقيح، تيجي تعرض الأرنبة على الذكر تلاقي الذكر رائد مش عايز يلقح الأرنبة. وطبعا برضو بتعمل على اختلال في عملية التحول الغذائي، وبتعمل على نمو الفطريات اللي بتؤدي للإسهالات المتكررة عند الأرانب. طب لو قلت نسبة الرطوبة في الجو المحب للأرانب، إيه اللي بيتم؟ بيحصل سقوط شعر في الأرانب. طبعا في ناس كتير جدا بتشتكي إن الأرانب عندها سقوط شعر، ولكن مش جرب، ولكن بيكون سقوط شعر مش عارفين سببه إيه. ده طبعا بيكون عشان قلة الرطوبة في المكان. وفي نفس الوقت بتلاقي الأرنبة عصبية، وبيكون عندها حالات من الافتراس لبعض. يعني ممكن تلاقي الأرانب دايما بتضرب بعضها وبتاكل بعضها، وممكن تاكل أولادها. وبيحصل برضو عندها عملية إخلال في عملية التحول الغذائي، وبيكون عندها ضعف للشهية. فلا بد طبعا من استمرار المربي على المراقبة على نسبة الرطوبة ونسبة الأمونيا الموجودة في المكان، لأن الاتنين دول بيعتبروا هما صمام الأمان لنجاح أو فشل مشروع تربية الأرانب. وده بيكون له حل واحد بس، وهو بسيط جدا وغير مكلف، وهو كربونات الكالسيوم، أو الاسم المتداول في الأسواق وهو الجير المطفي، لأنه طبعا بيحد من ارتفاع نسبة الأمونيا الموجودة في مكان التربية، وفي نفس الوقت بيعمل على ضبط معدل الرطوبة الموجودة في مكان التربية، سواء كنت بتربي أرانب في البطاريات أو كنت بتربي أرانب على الأرض. ودي طبعا بتكون أهم عناصر نجاح تربية الأرانب، اللي بيغفل عنه كتير جدا من المربيين أو ما بيدوش اهتمام. وفي النهاية يا جماعة، أتمنى أن يكون الفيديو كان حاز إعجابكم، وأتمنى لو عجبكم يا ريت تشيروه عشان يوصل أكبر عدد ممكن وكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنياتي للجميع بالنجاح والتوفيق، وشكرا.